السلام عليكم. تعالوا معايا النهارده هنعمل مع بعض اكله صحيه، بس الفرخه هنحشيها فريخ. فاكرين الفريك اللي كنا عملناه وشلناه في الفريزر؟ استعملته في البطه وهنستعمل النهارده كمان في الوصفه بتاعتنا. طبعا احنا بنبقى مجهزين الحاجه عندنا عشان خاطر تنجز معانا بسرعه. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف المكونات. عندي فرخه من الفراخ الوطنيه اللي بتبقى متبله جاهزه، وجبت عندي كمان كيس فريك، جبت عندي بطاطسايه، جبت عندي قرن فلفل الوان 2 لونين، عندي الاحمر الاخضر المخدد باحمر، ده احمر وعامل نفسه اخضر، وعندي الاصفر، وعندي كمان الكوسه. يلا بينا نعمل الوصفه مع بعض. الخضار ده هيبقى خضار سوتيه تحت الفرخ، هيطلع وهنعمله بطريقه جميله جدا وشهي وجميل. ولسه طبعا البهارات ولسه طبعا البصل، بس انا حبيت في الاول اقول لكم المكونات، مش عايزه احط الدنيا كلها قدامكم وتبقى الدنيا كلها مكركبه. يلا بينا. مسكت الخضار غسلته ونضفته، وقطعت الفلفل 4/4، وقطعت كمان البطاطس بنفس الشيء، قشرتها وقطعتها 4/4. كده عندي الخضار كبير زي ما الكوسه زي ما هي لانها صغيره كده. خضار سوتيه جميل جدا ورهيب. وجزرايه قطعتها مكعبات كبيره، يعني حلقات كبيره. جبت بقى عندي البصله، حطيت عليها معلقه بهار، حطيت عليها بهار طبعا فراخ، وحطيت عليها نص معلقه بابريكا وفلفل اسود وملح، ومسكتهم فرمتهم فرم كويس جدا في قلب الكبه. وبره لكم اهم. بصوا بقى ناعمين ازاي. كل المكونات دي هنضيفها فوق الخضار ونقلبه بقى ونتبله تتبيل كويس جدا عشان يطلع نكهة البهار عندنا. الخضار عندنا مبهر وجميل، وبالذات بقى البصل انا بعد ما فرمته سبته شوية في الكبة عشان ينكه في البهارات ويدينا طعم جميل كده. يبقى خضار سوتيه كله فيه بهارات جميل جدا ونكهته عالية. همسك بقى كل المكونات دي هنقلبها مع بعض زي ما انتوا شايفين بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، عشان يطلع عندي كده مبهر كله وجميل. بهره كويس جدا، ادعكوه دعكة جميلة. جيبي بقى كيس حراري وجيبي صينية بايركس وحطي الكيس الحراري جواها، وحطي بقى الخضار فيها، وبعدين هتضيفي عليهم 1.5 معلقة زيت. دول بقى هيسووا الخضار. خلي بالكوا الخضار مش هيستوي الا لما يكون في ايدام. اي نوع خضار لازم تحطوا زيت او تحطوا سمنه، الموجود عندكم تحطوه. انا حطيت 1.5 معلقة زيت زيتون لانه اكل صحي. انا حابه ان انا اعمل وجبه، الوجبه دي تكون وجبه كامله متكامله، ياكل منها اللي عامل دايت وياكل منها اللي مش عامل دايت. بصوا بسم الله ما شاء الله جميله جدا ورهيبه. حطيت بقى كله هنا كده على بعضه، ومسكت الفرخه حشيتها بالفريك وحطيتها فين. حطيت بقى في الخرم بتاعها في الفتحة بتاعها دي حطيت حتتين فلفل عشان خاطر لا نخيط ولا حاجة تانية. يلا وحطيناها في قلب فوق الخضار في قلب الكيس. خلاص كده عندنا كل الحاجة عندنا مبهرة والنكهة بتاعتها عالية. احنا كده الحمد لله حطينا كله مع بعضه. الكيس ده انا مش هخرمه، الكيس ده هقفله وهسيبه. ليه بقى؟ أنا مش هينفجر ولا اي حاجه. سيبي بس مسافه كده واربطيه، هيطلع معاكي. انا ببرمه كده بس واحطه، هيبقى معاكي خضار سوتيه مستوي جميل ورهيب. بصوا بقى اللي ما عندوش فرخه متبله يعمل ايه؟ يجيب الفرخه يحط عليها 2 معلقة بهار فراخ كبار، بهار مشكله، ويحط عليها مع نص معلقه بابريكا، ويحط معاها نص معلقه ملح كبيره. يمسك كل المكونات دي يقلبهم على بعض كويس، وبعدين يتبل بيهم الفرخه ويبيتها في التلاجة لتاني يوم. وبعدين تعملوا الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا جميله جدا وطعمها رهيب 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 رهيب، جميله جدا ومكوناتها رهيبه ورائعه جدا جدا. اعملوها وجربوها وقولوا لي ايه رايكم. في الوقت اللي انا دلوقتي سايبه الفرخه بتاعتي موجوده بكلمكم على البهارات، وبقول لكم دلوقتي ان البهارات دول 7 بهارات. تحطوا حبهان ومستكه وورق لورا وفلفل وكمون وشطه وفلفل وكزبره، ال7 بهارات، وتحطوهم في قلب الكبه تطحنوهم. تبقى عندكم بهارات فراخ جميله جدا ونكهتها رهيبه. وما تنسوش الفلفل الاسود يبقى كميه كبيره.
المكونات دي مكونات البهارات دي اللي هنتبل بيها الفرخه، فعشان كده انا بعيد وازيد معاكم عشان خاطر تبقوا ايه واخدين بالكم. اللي ما عندوش فرخه متبله هيتبلها بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها دي، هتطلع معاكم فرخه جميله جدا ورهيبه ونكهتها عاليه وطريقتها روعه 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 لا تتخيلوها. حطوها في الفرن، تقعد عندكم في الفرن ساعه هتطلع عندكم بالنتيجه دي. شايفين الخضار السوتيه كده ايه بحاله كده وجميل، والصوص بتاعه نازل حواليه كده رهيب، ولا الفرخه ريحتها روعه. كله على بعض جميل جدا ورهيب. وجبه تنفع للناس الرياضيه والناس اللي عامله صيام متقطع، والفريك يا جماعه الصيام المتقطع حلو وجميل. جربوها وقولوا لي ايه رايكم.